الله الله يسلمك، الله يسلمك خويا، الله يسلمك. هكذا خاوتي كنت تسمعوا فيا مليح يا اخي، تسمع فيا مليح خويا عمار. رانا نتسناو فيك الطريبيا. خونا زكي جاي يحكي لنا الحمد حكايته لله سيدي. خاوتي، جاي يحكي لنا حكايته خاوتي كيفاش عطاها عومان. واسمو البحر هذاك ولا النهر هذاك؟ والله غير شو قطعتها من الاخر، من الترك للجزيره تاع كوس هذيك عطيتها عمان. اقرب يعني اقرب جزيره للترك هي جزيره كوس، جزيره يونانيه. رحت ضربت عومان. فيها واحد 7 سوايع. ها عمان، والله عمان يا خويا. هي شوف كاين اقرب نقطه تاع 5 كيلومتر بصح شنو محروسه كيما يقولوا، فيها العسه بزاف. هذوك لامارين تاع تركيا هذوك تما معمرين، باسكو الا كاين تهريب تاع فلسطينيين تاع سوريين اللي جيت بوت والبالم بزاف فاهم. انايا رحت بعد شويه ودخلت لداخل، درت شغل دوره بعد واحد الان كيلومتر بلاصه شويه خاليه ما فيهاش العسى بزاف وديماريت على 10 تاع الليل كانت الظلمه. على كل انا وليد الحراش، تقي الدين وليد الحراش 32 زون، راني 32 سنه، راني صغير عليك بعام، راك 33 راني، يعني يجيني راسي واحده تقدر تفهمني كي كنا نحكي. فاهم انا وليد الحراش يعني بالضبط ديار جماعه، حي ديار جماعه، عائله بسيطه. آه، يعني احنا 7 اخوات في الدار واخواتات. الله يبارك. قرينا يعني العفسه اللي ندمت عليها انا في الجزائر هذيك كملت قرايتي، يعني ضيعت وقتي بزاف في القرايه، اوه. بالاخص في الجامعه روطرديت بزاف اكثر مع الظروف شويه ما كانش تسمح. كنت نخدم ونعاون الدار من داك نراطي لي زيكزاما من داك فاهم، على بها درت الروطار بزاف في الجامعه، نعاون الدار نخدم من داك ما نروحش لي زيكزاما من داك راطرافاج ما على باليش فاهم، طولت بزاف. وهذه اللي ندمت عليها بزاف، ندمت. من بعد بديت نفكر وكنت نخدم خويا عماره، كنت نخدم، انا خدمت كلش تقريبا في الجزائر، خدمت حفاف، خدمت صبيغه، خدمت تجاره، خدمت اليمونطاسيون، شوانط، ما خليت والو يا ولدي. مي كلش. الحمد لله الحمد لله على كل حال قدرنا نعاونوا الدار. مي الواحد شغل ما شافش روحه، راك فاهم، صح. هذا المشكل. يلا بديت نفكر قلت علاش ما نطلعش الغربه، باسكو عندي انا بزاف فاميليات في الغربه. كيما عندي انا من ناحيه العموم ولاد العم كاع في الانجليز، عندي الخوال واحد في الطليان واحد في الالمان، راك فاهم. يعني عندي فكره ابيبري على اوروبا والصالير، ويعني كي تجي تحولوا لنا في الجزائر راح يساعدك، يعني تقدر تعيش وتعيش فاهم. يلا بديت نفكر قلت علاش ما نسيوش. سيت فيزا فرنسا ما عطاوليش، سيت اسبانيا كيف. يلا انا قلت الترك هذه نسيو نحاولوا خلاص، سيت الترك الاولى عطاوها لي بس هي نورمالمون هي الاسهل فيزا للجزائريين تقريبا. اها. اعطوني الترك، هيا قلت معليش نريح في الترك اذا يعني لقيت روحي في الترك وخدمت، راني نبقى في الترك نخدم ونعاون ونبعث في الدار وخلاص ونشوف الحال اللي بالك نقدر نسقم حوالي انا ثالث. لقيتها باللي ما هانياش راني في الترك، انا طلعت في مارس العام اللي فات، ماشي في مارس استغفر الله، في جوان شهر جوان، كان الصيف العام اللي فات. كانت طحت في الوقت اللي كانت فيه الحمله تاع السوريين، ترى كانوا يدوا في السوريين، وانا كانوا كل مره يحكموني تحسب لهم سوري باسكو شويه نشبه السوار انا في الوجه. يجوا يقولوا لي انت سوري انت سوري، حتى نوريهم الباسبور ولا نوريهم الصوره تاع الباسبور تاعي في التليفون. بعد اها. يقولوا لي جزائر، عندك يقول لي فاس، بس المغاربه يقولوا لهم فاس. يلا هو نسلك كل مره نسلك، وما يعرفوش يقراو، كي يشوفوا هكذا الباسبور مكتوب فيه شويه فرنسي هكذا ما اغلبهم الشرطه تاعهم شويه يبانوا لي اغبياء شويه ولا جاهلين ولا ما تعرف هذوك، يشوفوا هكذا فرنسي شغل والله العظيم يشوفوا هكذا مكتوب فرنسي شغل تم يجبد هكذا راسو يقول لك تمام 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 ويقول لك روح. يا هذيك اللي كانت تسلكني انايا واحد 3 فوا هكذا كيشدوني. المهم لقيت واحد الشركه هكذا تما في الترك، خدمت فيها ضربت فيها واحد 8 شهور، او كاين معايا تانت واحد صاحبي جزيري تما كان يخدم معايا تما، هو اسمه هشام وليد حومتي تانيت. هو على كل حال ولا للجزائر، وانا كملت، انا قلت له ما نوليش انا نكمل، قلت له عندي انا هدف، انا خلاص قلت له طبت في الجزائر، ضربت فيه 31 سنه في الجزائر خلاص يا خويا. خويا تقي، المستقبل اسمح لي تفضل. نقطعك. قول لي واش كنت تخدم ثم، يعني واش هي الخدمه، وشحال كنتوا تخلصوا، شحال من ساعه، الخدمه شحال من ساعه كنت الصح تخدموا؟ صح صح يا ودي ساعه، شوف عندك من 12 ساعه فما فوق، كاين سوايع يزيدوهم يسموهم مسائي، باللغه التركيه يقول لك مسائي، 12 ساعه فوق كل يوم، تخيل كل يوم، وعندك يوم نهار روبو، تخيلوا انت في السمانه،
فاهم؟ تخيل انت نهار يا السبت يا الحد يا اثنين يا ثلاثه اللي حبيت نتايا، و12 ساعه مضمونه. واذا حبيت تزيد شويه، اذا حبيت تزيد شويه عندك المسائي هذاك يزيدوا لك عليه. كان صالير هذاك الوقت انا كي لحقت كانت ديجا الليره التركيه هذه كانت طاحت كاع، كانت طايحه، والاسعار يعني تاع المواد الغذائيه وكذا منها كانت غاليه. يعني رحت في واحد الوقت الزهر ما كاش كاع يديك، كانوا يخلصوا 11000 ليره. هذا فهمت؟ الاورو. ش... آه... تقريبا 3000، شو كانت هذاك الوقت 3000 ليره، هذاك هو 100 اورو ب 3000 ليره. راك فاهم؟ للنهار ولا ما كان الشهر؟ والو، ما كان والو. حسيت روحي راني في بالك كنت بقيت في الجزائر احسن. قول لي يلا للنهار ولا معليش، للشهر اخويا تقي الدين؟ للنهار ولا للشهر؟ للشهر 11000 للشهر. اوه 100 اورو في الشهر. الله. لا لا ماشي 100 اورو للشهر، قلت لك 3000 اورو. هي ب 100 اورو، راك فاهم؟ وهنا كنا ندو 11000 ليره، احسبها تقريبا واحد اذا زدت بالمزائد تقيس هذيك ال 400، فاهم؟ 400 اورو في الشهر. ما درنا والو، كيف كيف، راك فاهم؟ ما درنا والو. يلا انا قلت ترك هذه شويه، من بعد بديت قلت خلاص انا ما دام اونجاجيت جيت للترك انا نكمل خلاص، نكمل انا هذاك هو القرار تاعي، لا ديسيزيون تاعي. يلا قلت معليش، ضربت 8 شهور ديجا في الشهور الاخرين تاوعي هذوك اللي كانت في جونفي فيفري، كانت العسكري كما يقولوا الصالير العسكري تاعهم زاد، ولا صوته من 11 طلع ل 17، راك فاهم؟ وانا الوقت هذاك اللي خلاص كنت انا طميت واحد 2000 اورو، كنت مع نعاون شويه الدار مع نصرف روحي 2000 اورو، فاهم؟ هذاك واش لحقت. هذاك هو الوقت اللي ديسيديت فيه انا نخرج من اليونان، باسكو علاه بديت نقنط وبديت نكره الروتين واحد، وتبقى تعس روحك من البوليس وتخاف يحكمك يقول لك انت سوري يبعثك تلقى روحك في ادلب ولا ريف حمات ولا ما على باليش وين يبعثك. كاين بزاف هكذا مغاربه ولا ما يفرقوش، ما ولوش يشوفوا الباسبور تاعك ولا يشوفك هكذا يفيق باللي تتكلم بالعربيه اروح، يجبدك ديريكت يقول لك انت روح يحطك في توزله هذيك، واحد تما كامب ولا ما على باليش، وكامب هذاك فيه واحد العذاب. واحد المغربي خرج من تما حكى لي عذاب اش يقولوا ما على باليش، يهودي ما يعذبكش بهذيك الطريقه، الله يجعل الخير. عذاب نفسي يخليه في كامب هكذا مفتوح ماشي مغلوق من فوق، من فوق ومتزاحمين كاع يديك السردين يرقدوا. يا ودي الله يجعل الخير، ربي معاهم هذوك اللي تما، والله ربي معاهم. المهم انا هذيك كانت مخوفتني، انا قلت لازم اكتيفي نخرج من تما، ما ليش هاي الواحد الوقت ثاني الواحد ما يضيعش وقته ثاني بزاف. سمعت لا شوف، قبل هذه كنت مفكر قلت نولي للجزائر مع هذيك ال 2000 اورو هذيك نزيد نشوف شي واحد يسلف لي ونروح بالبوطي ولا بالسارية وخلاص، راك فاهم؟ ما نتعذبش بزاف. قول لي تقي شويه. تفضل. السما انت لميت 2000 وانت في تركيا 2000 نعم. في مده قد شهر شهرين ثلاثه؟ انا قلت لك ضربت 8 شهور خدمه، بصح شنو كنت في كل شهر ودي عذاب. انا نقول لك اخويا عمار، انا كنت نبعث شويه للدار، كنت نصرف على روحي، سي بور سا ما قدرتش ما لحقتش، فهمت؟ راك فاهم؟ دي الحمد لله على كل حال. الحمد لله. يلا الحمد لله الحمد لله. قلت لك البيريود اللي كنت فيها في الترك ما كنتش مزهور على حكاو لي انا السوريين، قالوا لي كان جيت قبل بواحد 5 سنين ولا ما على باليش اللور ولا، كانت الله يبارك كانت جنة على كل هالطر، كان كل شيء رخيص والصلاة كان مليح تاني. على كل حال يلا بديت نفكر، قلت لازم نخرج منها هذه، قلت بالك نهبط للجزائر، باسكو صاحبي الجزائري اللي كان معايا كان يشجع فيا ويقول لي نهبطوا للجزائر، بالك تما نشوفوا كيفاش نديروا بالك هكذا كومر صغيره بالدراهم تاعنا هادو، ما نطموا شويه دراهم ونعطوها في الفلوكه في البوطي. ولا انا كنت نفكر نشوف كاش واحد يبعث لي ولا يسلف لي هكذا، باسكو عندي فاميليا في الاخر، ولاني ما نحبش نقصد بزاف انايا. يلا كنت نفكر، كنت بين حتى هكذا كومبارازار راني نقلب في تيك توك، راني نشوف كذا فيديوهات، سمعت باللي كاين تهريب هكذا من تحت في الجنوب التركي تحت، قاعد كاين اقرب جزيره يونانيه يسموها كوس، تقريبا اليونان اغلبها كاع جزر. يلا قلت هذه هي، شفتها في الماب، بديت نبحث هكذا لقيتها في الماب، لقيتها بلي قريبه 5 كيلومتر، يعني اقرب نقطه من تركيا للجزيره دي 5 كيلومتر. حوست على هذوما، تعرفت على واحد الفلسطيني هكذايا في عمره 20 سنه هذا صغير،
هو تانت كان حاب يخرج، قال لي عندي عائله مهربه تما في لا فرونتيير هذيك تاع بين الترك وكوس هذيك. قال لي هربوا بالجيت بوت ولا بالبالون. مثلا نقولوا بصح هما السوريين يحسبوا لبعضهم غالي بزاف. زعما مثلا زعما تحب تروح بالجيت بوت يقول لك 4000، راك فاهم، 4000 اورو. ولا تحب تروح بالبالون يقول لك 2500. انا قلت له هذيك 2500 انا واش خدمت انا في 8 شهور هاد حكايتك بلاش. لازم نص مليون اورو باش تذهب لاوروبا. نعم. الله العظيم الله العظيم واش داري. يلا بديت نفكر قلت له الفلسطيني هذايا، قلت له خلينا نروحوا هذه البودرو ما تحت قاعدك بودرو، منطقه اسمها بودرو. يلا قلت له خلينا نتكلوا على ربي نروح لتما، نشوفوا كاش اوتيل نريحوا فيه، راه نتستيو في الماناج، نشوفوا المهربين، نشوفوا العقليه كيفاش راهي تسير تما. ايوه الو. ايوه. اه اه سمعتني اخويا عمار؟ انا معك. اه. يلا سبقني هو، كان عندي واحد الشغل تاع صالير مع المحاسبه هذيك. هو كان خلاص ديسيدي يحبس، كان ديجا هذاك مسكين الفلسطيني غزاوي. كانت هذيك البريودا كانت تحت القصف غزه وما زال على كل حال. كانوا يعني كانت قصف كان في البدايه تاعو. كانوا تما قتلوا له مسكين باباه وزوج خاوته، يعني قلبه كان ميت قاعد. انا كنت معاه، كنت نصبر فيه وكلش قال لي لازم نخرج وامي وكذا ولازم نساعدها ونحاول نوصل لاوروبا. المهم يحكي لي مسكين غاضي ربي معاه على كل حال. على كل حال دوكا راه في لندن. عطاو له الحق هو اليونان، دار اللجوء هذيك، عطاو له الجواز، سرعوا له بزاف في الاجراءات تاعو، عطاو له الاقامه والباسبور وراه في فنلندا دوكا. لا فنلندا. ربي يسهل عليه. هيا وين كنا؟ قلت لك اعطيناه اعطاه هو قبلي، اعطاه البودرم. ضرب واحد 12 ساعه في الكار. 12 ساعه من اسطنبول للبودرم، 12 ساعه يعني تركب في الليل تلحق في النهار، زعما من 7 تاع الليل 7 تاع الصباح. هاي الحق وبعث لي عيط لي قال لي راني لحقت البودروم وهاي لك وهاي لك. يعني قلت له شوف انت يا مادام لحقت قبلي شوف كاش ما تلقى كاش اوتيل تما هكذا رخيص. كانت السياحه ما كانتش هذاك الوقت، كان البرد، كنا فيفري شهر فيفري ما كانوش سياح يعني لي زوتيل تقريبا. وهذه بودروم هذه منطقه سياحيه جايه على البحر والله يبارك شابه بزاف في تركيا هذه يعني تاع سياحه. قلت له شوف كاش فندق هكذا، ماشي فندق، اوتيل هكذا يا اوستل كما يقولوا، رخيص هكذا نقدروا نجوزوا به على الاقل سمانه. ما على باليش ان شحال تكون المده تاعنا ما بين نتاستو الموفمون وكذا، ما على باليش راح نريح تما. قال لي ساعه قلت له ما بين نوصل لنا تكون يعني درت خطوه يعني ماشي نلحق انا ونلقى بيت برا وبعد يزيدوا فاهم. يلا هذاك النهار لقى اوتيل، ولو انا مسكين ما يعرفش يهضر يتكلم غير بالمترجم هذاك. انا غدي من ذاك كنت خلاص ديت الصادر تاعي كومبلي عند المحاسبه هذاك في نفس النهار هذاك تاع يعني غدي من ذاك مشيت ثاني لحقنا البودروم هذه. بديت نشوف درت فيها شويه، منطقه سياحيه شابه بزاف على كل حال. شفت في الخريطه لقيت بلي اقرب نقطه لجزيره كوس اسمها المنطقه اسمها اكيالار هكذا، اكيالار. ركبت طاكسي قلت له يلا اخويا نروح نشوفوا البلاصه هذه ونشوفوا الجزيره عن قرب، يعني نشوفوها في الحقيقه، ما نبقاوش نشوفوا في الماب، نشوفوا الجزيره هذه كيفاش شحال بعيده علينا وشحال. قال لي يلا نتكلوا على ربي. نزلنا رحنا اليوم هذاك اللي وصلت فيه هذاك هبطت فيه مباشره، ركبت الطاكسي ورحت شفناها والجزيره تبان قريبه على كل حال. شوفها هكذا سو كبيره بزاف، ويعني تقول هذه نعملها نورمال هذه فاهم. يبدا يجيك هذاك التوسويس، هذاك الوسواس تاع الشيطان هذاك تقول علاش نخسر انا 2000 ولا يمدوا 2000 و4000 وما على باليش هذه تاعهم برك. يلا بديت نخطط انا في راسي، ما قلت له والو فلسطيني، يعني نخمم نقول بالك لا تكتبت لا تحتمت ولا سباحه سباحه وخلاص. يلا شفناها بعد عاودنا ولينا لوطيل ريحنا شويه. قلت له اتصل بصديقك هذا نشوفوا المهرب هذا شحال يحسب لنا. راك تسمع فيا اخويا عمار؟ تسمع فيا؟ نسمع فيك. اها. قلت له اتصل بهذا ابن عمك هذا نشوفوا كيفاش التهريب وشحال يحسب لنا، بالك انت ابن عمك يساعدنا ما على باليش هكذا باش ما نريسكوش ما نروحوش ما نديرش واش كاين في راسي كيف يقولوا، ما نريسكيش ثاني. يلا اتصل بابن عمو هذا ما حبش يرفد عليه. قلت له اعطيني الرقم تاعو خلي انا بالك ما على باليش
هو حاول يتصل به يعني كيما يقولوا بليزيور فوا، ما رفدش عليه. كي كان في اسطنبول كان يقصر معاه، كنت معاه، كان يقصر معاه كل شيء، وكان يوعدو يقول له توصل يعني كيما نقولوا هنا بالهضره تاعنا الريح ما يقيسكش، وما بايش كيفاش يقولوا، نسيت. يلا لما وصلنا يعني البودرو ما زادش ولا شي يرفد عليه، ما فهمتش علاش. قلت اعطيني الرقم تاعو خليه يتصل بي انا بالواتساب، نفس الشيء. يعني حس باللي انا صاحبه انا. يلا كيف كيف ما حبش يرفد ما حبش يرفد ما حبش يرفد. قلت له دوكا كيف اسلقها. ايوا قال لي سبقني. شو اللي كانت في راسي انا؟ اللي كانت في راسي انا قالها لي هو. قال لي ما رايك صديقي نروح سباحه وتتكلم. قلت له والله غير هذه اللي كانت في راسي. وقلت له تعرف تسبح يا اخي الغزاوي؟ اسمه عماد. قلت له تعرف تسبح يا عماد؟ قال لي والله سويت دوره انا في السباحه وكذا. قلت له لا ماشي سويت دوره في السباحه، لا بس الدوره واحده ما تكفيش، لازم تكون موالف سباحه. انا مانيش، قلت له مانيش حاب نشوفك تغرق قدامي، انا هذه كوشمار انا بالنسبه لي انا هذا.